السلام عليكم، مرحبا بكم معايا على القناه ديالي فوزي مريم. اليوم ان شاء الله غادي نصاوبوا حلوه ديال الريش بوند. هاد الحلوه اللي هي تقليديه كانوا كيصاوبوها من زمان، معروفه، فهي كتعجب الصغار وكتعجب بطبيعه الحال الكبار. فانا صاوبتها اليوم، فهي مقادير بسيطه وحتى طريقه التحضير ديالها سهله وبسيطه، وكنتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ونخليكم مع المقادير ومع طريقه التحضير. بالنسبه للمقادير، فاول حاجه غادي نبدا بها. عندي هنا ربعه ديال الزبده، نص ربعه يعني 125 غرام ديال الزبده مارغرين، تكون بالحراره تاع المطبخ يعني رطبه. وغادي نعبرها بالجبانيه، يعني هذا القياس اللي غادي نمشي عليه الجبانيه، فانا غنختار غير هاد الجبانيه صغيره كتهز في قياس تاع العنبه، كتهز كاس ونص عنبه. فانا غادي نعبرها، غادي ندير فيها البيض. بسم الله. فهنا البيض غالبا غتهز لي غير 3 ديال البيضات. بسم الله. الاولى، حيت هذا البيض كبير، والثالثه لما تهزش 4 تهزها 3 كما كتشوفوا. ها هما 3 ديال البيضات. فغادي ندير نفس القياس، نفس الجبانيه غنعبر بها سنيده، غير هي انا ما غاديش نعمرها بسنيده لانها غادي تعاود تفند في الكوفيتير، فغادي ننقص من سنيده. فغادي ناخذ هاد الزبده وغادي نزيد عليها السكر سنيده زلافه ما عمرتهاش، وغنزيد عليها ساشي فاني 8 غرام، وغنخدمها مزيان يعني حتى كما كتشوفوا. فالزبده عندي خرجتها من قبل من الثلاجه، ومن بعد غادي نزيد زلافه ديال الزيت، نفس الزلافه باش كنعبر غنزيدها على هاد الزبده وسنيده مزيان، ونخدمهم مزيان. ودابا غادي نزيد البيض. صافي، ونخدم. غادي ندير واحد القرصه تاع الملحه هكا، ضروري هاد الملحه تكون في الحلوه. نخدمها مزيان. ثم غادي نزيد واحد المعلقه ديال الكوفيتير مربى. هذا كوفيتير تاع الخوخ، فانا مصاوباه في الدار. فصراحه انا كنعشق بزاف هذا الكوفيتير تاع الخوخ، فهذا انا مصاوباه من العام فايت. ها هو كما كتشوفوا، كنحطو في المجمد في الفريغو باش ما يصوف ما والو. دايره في قرعه تاع بلاستيك تيبقى المذاق الريحه. ان شاء الله غادي ننزلو في فيديو. دابا راه وقيت الخوخ هادي راه خرج كاين في السوق، ان شاء الله عما قريب غادي ننزلو فيديو. غادي نخلط ثاني مزيان، وعاد نزيد الدقيق حسب الخليط. الدقيق غالبا ما بين تيمشي ل 4 زلايف، ما تكونش قاصحه بزاف وما تكونش خفيفه ثاني بزاف. فغادي نبدا. بسم الله. ودابا غادي نزيد خماره 8 غرام، خماره الحلوى. باقي غادي نزيد دقيق، وغادي نزيد قشره تاع ليمونه محكوكه، غير شويه ماشي بزاف. دابا باقي غادي نزيد، هكا باقا نزيد شويه تاع ديال الطحين. من بعد دابا كورتها على هذا الشكل، غادي ندخلها للفران حتى طيب طياب عادي ديال الحلوه. طيب من التحت عاد نشعل عليها الفوق ونخرجها. الحلوه من بعد ما طابت خرجتها من الفران، فكما كتشوفوها هي يعني حمرتها غير شويه، فما كتنفخش بزاف لانها فيها غير خماره وحده وكتجي اصلا رطبه. داكشي علاش درت فيها الزبده. فصراحه انا ما كنخدمهاش عاده بالزبده، كنحيد الزبده وكنخدمها عادي بدوك العناصر اللي شفتو. هاد المره انا زدت فيها شويه تاع الزبده، نص رابعه.
بالنسبه للتزيين فانا عندي هنا كوفيتير خاص بالحلوى، تيكون شويه ديك التكستور ديالو تكون جاريه ما تيكونش خاشع. فها هو مربى المشمش. ما غاديش نستعمل هاد القرعه كامله لان الكميه ما كثيراش. وغادي نزيد عليها كاس ديال عصير الليمون برتقال، وغنزيد واحد المعلقه صغيره ديال مزهر، فتتبقى اختياريه. انا ما تعجبنيش بزاف المذاق تاع مزهر، غندير معلقه صغيره. فغادي نبدا اول حاجه غادي ندير كوفيتير هكا في هاد الكاسرونه. بسم الله. يعني ثاني الا خصني راه غادي نزيد. وغادي نزيد عليها كاس ديال عصير الليمون، وجهد معلقه صغيره ديال مزهر غير للنسمه. بارك. غادي نحطو فوق البوطه حتى يغلى مزيان. عاد غادي نجي نفند فيه الحلوى. من بعد ما غلا هذا الخليط ديال الكوفيتير، وغادي تقولوا علاش انا الليمون، حيت انا ما كيما سبق وقلت ما كنفضلش المذاق ديال المزهر، فبحال انا عوضت مزهر بهذاك العصير تاع الليمون. يعني اللي ما بغاش عصير الليمون يمكن ليه يزيد فيه مزهر. دابا غادي ناخذ هكا هاد الحبات ديال الحلوى وغادي نحطهم هكا، وغنخليهم على الاقل واحد 4 دقائق حتى يشربوا مزيان. ندير غير كميه قليله، ما نديرش بزاف، نخليهم حتى يشربوا. فهي اصلا هي رطبه لان معجونه فيها الزبده. نخليهم غير يشربوا شويه، عاد غنهزهم وغادي نزدي جوج، كل جوجات نزديهم وغادي نفندهم في الكوك جوز الهند في الكوكو. من بعد ما ديك الحلوى شربات شويه داك الكوفيتير، فكنلاقي عي هكا في هاد الكاسرونه، كنلاقي هكا. شوفوا واش باين هكا. كنلاقي غير هكا بيدي، كنستعن بالفرشيط هكا وكنفندها في الكوك هكا صافي. فهي ما كتفك ما والو، كتبقى شاده. وكنحطها صافي. كنستمر على هذه الطريقه حتى تنكمل الكميه اللي عندي كامله صافي. وكندير هذوك الحال سخون، وغنديرها في الثلاجه، نديرها في الباطه ونديرها في الثلاجه. والحلوى من بعد ما كملتها بالتزيين بالكونفيتير والكوك، فهذا هو الشكل ديالها. تنتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش ديروا لايك الى عجبكم في الفيديو، وتشتركوا معايا في القناه ديالي. وبالصحه والراحه، والى فيديو اخر ان شاء الله.